بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن افضل برنامج تسميد لمحصول الفاصوليا الخضراء والجافه لمساحه واحد فدان اللي هو مساحته 4200 متر مربع. التسميد قبل الخدمه الزراعيه يحتاج الفدان الى 20 متر سماد بلدي خليط من 10 متر سماد مواشي زائد 5 متر سماد كومبوست زائد 5 متر سماد دواجن زائد 200 كيلو سوبر فوسفات أحادي ناعم زائد 50 كيلو كبريت زراعي، ونبدأ نخلطهم مع بعض ونبدأ ننزلهم في الخدمة، وبعد كده نروي الأرض ونتركها لأربع أيام ونزرعها. بعد الزراعة ب15 يوم طبعا بتبقى فيه رية المحاياة اللي هي بننزل شوية مية علشان يكمل عملية الإنبات. بندي فيها 2 كيلو عشرينات أو 2 كيلو يوريا مع كيلو هيوميك أو كيلو فولفيك، أو 3 كيلو ماب مع كيلو هيوميك وكيلو فولفيك. التسميد بيبدأ بعد 21 يوم من الزراعة. الراية الأولى طبعا بندي جرعة أعفان جذور عبارة عن 2 كيلو كبريتات نحاس أو اكسوكلور نحاس أو برمنجانات بوتاسيوم ربع كيلو أو 3 كيلو كبريت ميكروني. الراية الثانية طبعا بعد عمر 21 يوم من الزراعة يحتاج طبعا جرعة أعفان الجذور كل 21 يوم. الفدان بيحتاج إلى 50 كيلو يوريا، 50 كيلو نترات اللي هي اليوريا اللي هي سلفات الأمونيوم اللي هي 46.5، ونترات النشادر 50 كيلو اللي هي 33.5، وسلفات النشادر اللي هي يحتاج منها 100 كيلو اللي هي ملح السويس اللي هو 20.5%، وبيحتاج إلى 25 كيلو مغنيسيوم، 25 كيلو كالسيوم، 20 لتر حمض فوسفوريك، 5 كيلو حديد، 5 كيلو زنك، 5 كيلو منجنيز، طبعا 2 كيلو نحاس، كيلو برون مع ربع كيلو مولبدنيوم. طبعا ديت مع 2 كيلو نحاس او 5 كيلو كبريت ميكروني، 25 كيلو بوتاس موزعين. كل ده بيوزع على عدد الريات سواء في الري الغمر او الري بالتنقيط او الري الرش. الرية الاولى طبعا بعد رية المحاياة اللي هي بعد 21 يوم بندي 25 كيلو يوري زائد 10 كيلو مغنيسيوم. الرية التانية بندي 25 كيلو يوريا زائد 5 لتر حمض فوسفوريك. الراية التالتة 25 كيلو نترات زائد 10 كيلو مغنيسيوم. الراية الرابعة 25 كيلو نترات زائد 5 كيلو مغنيسيوم. طبعا بندي جرعة برضو أعفان الجذور. بعد كده بندي 25 كيلو ملح لوحدهم في الراية الستة. الراية السابعة طبعا بندي 25 كيلو ملح زائد 2 كيلو حديد زائد 3 زنك زائد 2 منجنيز. الراية الثامنة عبارة عن 25 كيلو ملح زائد 5 لتر حمض فوسفوريك. الراية التاسعة بندي 25 كيلو نترات كالسيوم زائد كيلو برون زائد 5 لتر نيتريك إن وجد أو لا، ممكن ندي النيتريك أو لا برضه. طيب الراية العشرة بندي جرعة أعفان جذور زي اكسوكلور النحاس أو كبريتات النحاس أو برمنجانات البوتاسيوم، ويفضل كبريتات النحاس أفضل عشان النبات بيحتاج لعنصر النحاس. بعد كده بندي 25 كيلو بوتاس زائد 2 كيلو زنك، دي بتساعد في التفريع وبتساعد في تحجيم القرون وخلافه. طيب لابد من تعطيش الأرض أو تصويم الأرض قبل الحصاد من 10 ل 20 يوم. طيب بالنسبة للرش طبعا قبل ما نحصد الزراعة ب 15 يوم ممكن نرش رشة بوكوات كلوريد أو برون مولبدنيوم دوت بيتم قبل الحصاد لتصفية العرش في القرون. طبعا في البدايات برضو بنبدأ نرش رشة مغذي بعد 21 يوم من الزراعة اللي هي 19 أو أحماض أمينية. ممكن نرش رشة تانية برضو عبارة عن طحالب وحديد وزنك ومنجنيز. رشة كبريت ميكروني، رشة نيماتودا طبعا مهمة، أو نسمد نيماتودا، أو نحط حاجة اسمها فوستازات 10% اللي زي الفيوردان المحبب ده بنحط 3 كيلو مع الخدمة الزراعية. في بنرش رشة حشر للمن والتريبس والدودة، رشة للصدى طبعا
وعفان الثمار. رشة تزهير، بتدي تزهير طبعا، زيادة تزهير لا قبل التزهير أو بعد العقد. رشة للعقد طبعا، رشة كبريت ميكروني، رشة سطرات بوتاسيوم، أو رشة الكبريت مع البوتاس. التسميد الشتوي طبعا البرنامج التسميد بيقل شوية. بالنسبة برضو بالنسبة للرش بنركز برضو على رش الكبريت الميكروني أو رش أي حاجة فيها نحاس. وبنركز برضو ممكن نعمل عملية كبرطة للأوراق، أو عبارة عن رش السوبر بعد طبعا العقد، رش السوبر أو الكبريت، أو رش منقوع السوبر اللي هو عبارة بنجيب 7 كيلو سوبر كفر الزيت أو زعبل أو السويس، ونحطهم على 20 لتر ماء، ونبدأ ناخد المنقوع بتاعهم ونرشهم على 200 لتر. ده طبعا بيخلي الجرن أبيض ونضيف، وبيعمل تصفية للعرش في الأوراق وفي الثمار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.